صباح الفل والجمال، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفيديو النهارده مش عارفه هيودينا على فين، خلينا ماشيين زي ما احنا ماشيين كده ونشوف الدنيا تمشي معانا ازاي. وتعالوا نشوف شويه الحاجات اللي انا جبتها، حاجات بسيطه بس حبيت اشاركها معاكم. تعالوا نشوف اول حاجه عجبتني، اللي انا لما صورت لكم في المحل اللي انا صورته في 45 زي ما انتم شايفين كده. لقيت دي نفس الباسكت بتاع اوضه البنات بالظبط، يعني اختها، يعني توامها كده بالظبط. فدي حلوه قوي في ايه بقى؟ ان هم دايما بياكلوا لب وفشار ومش عارفه ايه في الاوضه جوه. فانا قلت اخليها لهم كده ويحطوا فيها اللب، او احنا اي حد فينا بياكل لب ولا حاجه يحطها كده في حجر وهو قاعد، ويحط فيها على ترابيزه وعلى اي حاجه وتتقفل عادي كده. وممكن تلبسيها بقى كيس صغنن من بتاع التعبئه اللي هو بتاع اللبن ده، تقدري انت تحطيها فيه، ليها الرجول بتاعتها من تحت كده، نفس الباسكت بالظبط، نفس شكله بالظبط. عجب البنات بطريقه مش متخيلينها عامله ازاي. فانا ان شاء الله بس هشيل فرش اوضه النوم بتاع البنات من يوم العيد، ما شلتهوش. وطبعا انتوا ما شفتوش الطقم الجديد ولا شفت الكوفرتات، انا كنت فرشته وخلصت خلاص. هوريها لكم وانا بشيلها، مش بحطها، بفرشها معاكم ان شاء الله في فيديو تاني باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده بقى اهو، ده شكله ليه كده حاجه هنا، شكله حلو قوي. جبت كده عشان اطلعه لهم. وجبت كوبايه رقايه كانت نفسها فيها، بس هي فتحتها امبارح ما اعرفش اعمل فيها ايه، ورجعتها تاني، شطفتها ورجعتها. هنشوفها مع بعض. والبتاعه بتاعتها وقعت اهي. دي المفروض الفيونكه دي نلزقها هنا. اما شوف لها لزق بقى. جبت لها الخيوط القمر دي عشان بتشرب فيها اي حاجه عصاير، بتحب تحطها في العصاير زي ملك كده. ملك ليها كوبايه معينه هما مكبينه من الصاج. استنى، هتسمعوا صوت التلاجة شغال، معرفش عامله ازمه ولا لا. دي كوبايه ملك، هي كانت شارياها لنفسها بفيونكات كده اهي. وجبت لهم كمان السلك بتاع دي اللي بتنضف دي بتنضفها من عنده بره، عشان بصوا ساعات من اللبن ولا حاجه بيطلع فيها الايس كوفي والحاجات دي كلها. جبت لها الكوبايه دي كيوت دي، هطلعها لها بقى بره خلاص. هنرمي العلبه، هنشيل دي عشان ايه، اشوف لها لازق والزقها لها. جبت تاني، جبت فوط المطبخ. انتوا عارفين انا ما اقدرش استغنى عن فوط المطبخ ايا كان، حتى لو عندي فوط جرين واي بحب دول اكتر في المطبخ، يعني في الرخامات وكده. بتوع جرين واي بخليهم للتنظيفات، للتراب، للازاز، الحاجات المهمه. بصراحه الفوط بتبقى غاليه بتاعت جرين واي، فدي سهله يعني. دي بتقعد معاكي فتره كده، بعد كده بتبداي ان انت ترميهم، بيبوظوا بترميهم. دول حوالي كام واحده؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، 10. دول 10 فوط. بحبهم جدا في المطبخ بصراحة، يعني لا بجد ما اقدرش استغنى عنهم. حتى لو بشطف ايدي، بغسل ايدي، اي حاجة بحبهم قوي. كنت جايباها من عنده برضو كده. جبت بحب الجوتشون دي قوي، عشان ساعات بيتبقى اكل من البنات ولا حاجة بالليل، بيتبقى حاجة كده بحطها في طبق، مش بحط في حلة عشان ما تاخدش مساحة في التلاجة. فجبت دول، في منهم الاكبر على فكرة بتوع الحلل. جبت الصغننين دول اهو. اي طبق مثلا عملوا اي حاجة بتاع بيغطوها بيه كده ويشيلوه. بحتاجه كتير كتير، بيقعد ما يقعدش عندي اصلا يعني. لان اي اكل بيتبقى مننا بحطه فيه، بغطيه فيها كده، احطه في التلاجة، ما بيطلعش ريحه ولا حاجه. بس ما جبتش حاجات كتير يعني، دي الحاجات البسيطه انا جبتها. وجبت ده كمان اكياس عشان ما عنديش. هفتحه معاكم عشان اخد واحده اعبي فيها الكمامه، عزكم الله يعني. في حاجات يعني. بصوا بقى، هما اللزقه غبيه يعني بصراحه، هتقطع الكيس كله. بصوا، هحاول بقى ان انا اسيبها كده في الكيس الاولاني اهي. بصوا بتتقطع، بصوا. بس كويس انقطع منين؟ اتقطع من فوق. اه تمام. هنسيب بقى دي كده زي ما هي. اشوف بس صغيرين ولا لا، عشان مش بحب الكبار، بحب الكيس اللي هو اليوم بيومه. فاهميني ازاي؟ في اكياس كنت بجيبها بتقعد باليومين، وانا ما بحبش يعني الكمامه تقعد يومين في البيت. ده بص صغنن كده، بيكفي معايا اليوم بحاله. وبعد كده ايه، بنبدا ان احنا نرميه. يلا بقى نشوف الفيديو النهارده هيودينا على فين. انا الغدا مش عارفه هعمله معاكم ولا لا، بس هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. دي المشتريات اللي انا جبتها، حاجات بسيطه جدا، بس انا بفرح قوي لو جبت اي حاجه. بس فعلا انا بجيب الحاجه اللي انا فعلا محتاجاها، اللي انا محتاجاه فعلا بنزل اجيب، مش محتاجاه ما بجيبهوش. تمام، يلا بينا نكمل مع بعض. ودخلنا على المطبخ. زي ما انتم شايفين المطبخ عندي لا يسر عد ولا حبيب. عندي شويه مواعين حلوين كده، حلوين يعني. يلا بينا بقى نغسلهم مع بعض، وبعد كده نشوف الاكله اللي احنا هنعملها النهارده. بما ان اول مره اعملها في القناه، اول مره اعملها في حياتي اصلا، فيا ترى هتكون ايه. انا عملتها بطرق تانية. تعال نشوف الاول اغسل المواعين ونشوف احنا هنعمل ايه النهارده. الصابون السائل خلاص عندي، فالمفروض ان انا انزل اجيب اللي هو الجيرك اللي بيقعد معايا فتره ده، بس ما لقيتش بصراحه، فبعت جبت من عند عم جمال بريلي زي ما انتم شايفين كده. قلت اقضي بيه الغرض يعني. طب الحشوف في الغساله دي شويه صغيرين يعني فيهم. انا قلت الصراحه يعني اتسلى، صاحيه بدري. مش عارفه انا صاحيه بدري ليه اصلا، مش فاهمه. بس ماشي. الجو بدأ يحرر جامد يا جماعه.
حسيت ان انا ما بقتش عايزه اتكلم، مش عارفه في ايه والله بجد. عندي يعني عندي احباط كده من القناه، مش عارفه في ايه بالظبط. ايه يا رؤي؟ داخله من غير احم ولا دستور ليه؟ خبطت والله. هسلمي عليهم. عاملين ايه؟ وحشني. ما قلتوش لرؤي مبروك نجحت في اولى اعدادي، رايحه تانية اعدادي. هتعملي ايه في تالتة اعدادي بقى؟ بيسربوا الامتحانات بتاعت تالتة اعدادي كلها اتسربت. اتسربت السنه دي؟ لا ان شاء الله على حظك مش هتتسرب. ان شاء الله تتسرب. قلت بقى ايه، اخد المواعين كده بسرعه، بعد كده ايه هعمل صنفين من الاكل، لان البيت ماشي نصه على نظام الطيبات والنص التاني مش ماشي على نظام. انا هتقول لي يا هما جي اتنين بس مش عارف نظام اللي هيقول لي يا الطيبات. جيجي نظام الطيبات هيموتك وهيعملك وتوقفي العلاج. يا جماعه ما بوقفش علاج ولا حاجه، احنا واقفين على نظام مريحنا معدتنا بس شويه من الادويه اللي احنا بناخدها والحاجات دي كلها. فبس هو ده الموضوع يعني. احنا بس منعنا حاجات كده معينه، وبناكل كل حاجه عادي، بناكل كل حاجه، مش مقيدنا يعني. الموضوع مش مقيدنا خالص. احنا قلنا نجرب يعني مده شهر كده لشهرين، احنا شايفين لنا شهر دلوقتي هنجرب، وبعد قالوا نطلع نقول لكم النتيجه ايه، بس مش اكتر ولا اقل. مامي نعم. نازلة معايا؟ لا انا لا. ليه؟ لا خلاص انا بسجل دلوقتي، ما ينفعش فضايحنا تبقى على الملأ. قولي. لا لا لا، نازلة ولا لا؟ خدي ملك معاكي. مالك قالت لي لا. لا ملك هتروح، ملك ما بتصدق تنزل اساسا. بمشي يعني. طب ما ينفعش، ما تقولي بقى بيت الذكريات بتاعتنا بقى، مشاكلنا وحياتنا، يلا تعالي بقى. هو ده اللي بيرفع القناه والله، نطلع نقول لهم الحقونا طيب مش الحقوني، هكمل. جوزي بيكرشني من الشقه، جوزي هيطلع. هو ده يقوم داخلين الفيديو جري. ايوه مش انتوا، مش يا انتوا. جماعة ما تسيبوني انزل بقى. في قنوات والله العظيم بجد الناس بقت تجري ورا الحاجات دي، مش عارف، مش فاهمه ليه يعني، مش عارفه يعني. لكن واحد والله اللي بيحترم نفسه وبيحترم بيته واسرته والناس اللي حواليه يعني بيبقى مظلوم بصراحه. بس يلا هو ده النصيب يا بنتي. بسجل يا حبيبتي. عادي عادي مننا وعلينا. طب سيبي الحاجه. معلش. عارفه حاسه ان رؤيتي في سنه اولى ابتدائي وداخله تضايقني وتمشي. يا عم استفدتي ايه بقى؟ استفدتي انت عماله تنحكشي في الحاجه كده؟ ما نحكشتش، انا طالعه يا ستي، انا غلطانه. اطلعي انت غلطان. انا غلطانه جايه اسليك. اطلعي اقفلي وراكي شطوره. ايه العيال دي؟ ايه العيال دي؟ جايين منين العيال دي؟ مش فاهمه انا. لبستلكوا بقى حته الورد والفل والياسمين، قلت عشان ايه يمكن اغريكوا شويه، سكينانه منك ليها. المهم يا جماعه انا عايزه افهم حاجه يعني. اقعدوا يعني تقعدوا تقولوا لنا احنا عايزين نشوفكم انتوا مع بعض. بص لاقي كومنتات رخمه قوي والله العظيم، رخمه بجد والله. انتوا عايزين مننا ايه؟ مش فاهمه يعني، مش عارفه بصراحه. يعني احنا مش بنصور مع بعض كل يوم والله، احنا بنصور كل فين وفين. اما يجي 3 4 كومنتات كده رخمين زيكم كده، مش انتوا الناس اللي بتغلط يعني، وكلام ملوش اي 30 لازمه حياة ربنا. بس هنقول ايه، نفوس مريضه. يلا طولي بالك يا بنتي يا جيش، طولي بالك يا بنتي يا جيش عشان ما تتعبيش. بدات جبت فوطه من انا انت شفتوها الجداد دول، طلعتها كده. انا بحب الفوط جدا في المطبخ جدا، لان انا ما بحبش نقطه ميه على الرخام خالص. ما تعرفوش في ايه، ولا الحمامات ولا الرخام ولا اي حاجه. ما بحبش ميه، ما بحبش اشوف الميه في اي حاجه. احب اشوف الدنيا كده ناشفه ونضيفه وزي الفل. لكن ان انا الاقي حته فيها ميه وبتاجي على الرخامات او كده، دي بتضايقني قوي. فبحمد ربنا انا ما عملتش الرخام بتاعي اسود. كنت زي دلوقتي بص انا وهو بنتعاركوا كل يوم مع بعض. المهم بقى كان شويه مواعين كده قلت اتسلى فيهم وانا واقفه، كنت مشغله جنبي حاجه كده تسليني يعني لغايه ما اخلص، عشان انا بحب اي صوت جنبي كده يعني صوت حاجه بتتكلم يعني، عشان احس ان انا ايه، آه اركز معاه يعني، اركز مع الموضوع يعني. فهنا بقى ايه خلصت كل المواعين كلها، وكان في بس حلتين ورايا كنت سايبهم فيهم ميه يبوشوا شويه. وبدات بقى ان انا ايه الم المطبخ الاول قبل ما اعمل اي اكل. هتقولي يا جين انت بتغسلش المواعين في الغدا؟ لا انا بسيبهم لتاني يوم، او بغسلهم بالليل قبل ما انام لو انا مش هصور تصوير في المطبخ يعني. بس كده احنا بقى اطلعي لي يا جيجي، اطلعي لنا من غير اي حاجه، طلعنا من غير اي حاجه اهو. اهو اهو القطنه ما بتكدبش. مش عارفه انتوا بتروحوا فين ولا بتيجوا منين، انا مش فاهم اي حاجه. المهم خلينا في بس اللي احنا فيه دلوقتي كده ايه. هشطب على المواعين كلها كده زي ما انتوا شايفين عشان ابقى واقفه مرتاحه كده بعمل الاكل. وانتوا عارفين طبعا انا لغيت الفلتر خالص مش شغال، بس بشغل له معوز ميه، افتح المحبس من تحت املى من فوق زي الكوبايه الصفرا دي فيها ميه، واروح ايه ونعمل منها الاكل والحاجه يعني، لحد ما ايه نظبط بقى الحوض يعني. خلصت كل حاجه. بصوا تلاقيني بنشف الرخامات ازاي، شايفين؟ لازم انشفها كده، معرفش اقف غير لما تنشف كلها كده. تعالوا بقى نشوف النهارده هنعمل ايه بالحبه الكامله. هنعمل كريب على قد النخات، بس احنا الاتنين اللي قلنا نجرب يعني ونمشي نشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي، بما اننا قولنا وحاجات لنا شويه مشاكل كده، فقلنا نشوف الدنيا يعني. حطيت ذره ملح صغيره خالص على كوبايتين دقيق، وهنحط كوبايتين ميه، كوبايتين دقيق عليهم كوبايتين ميه.
تمام. وهنسيبهم بقى ايه، نحط معلقه سكر بالبركه كده ونقطه زيت صغيره، ومش هنحط بقى بيكنج باودر ولا اي حاجه. عايز تحطي بيكنج باودر حطي، بس انا ما حطيتش. طبعا هنا بقى مفيش بيض ولا الكلام ده كله، هو بالميه واديله ادي. وهنسيبه لمده 5 دقايق 10 دقايق بالكتير مغطيينه. وبعد كده انا عندي صدق في التلاجة طلعته، وحطيت عليه شويه ملح وتبلته بفلفل احمر وكده. بحب يعني بحب حاجه تبقى سنه حرقه بس صغيره كده. ايوه كده. طبعا بما اني اول مره اعمله، لو في واحده باظت مننا ولا اتنين مش مشكله، مش هنخسر حاجه لما نتعلم يعني. يعني انا نفسي اعمل العيش في البيت وكده، فان شاء الله باذن الله ايه ابقى اعمله. قلت بقى ايه، اخلص احضر حاجه كلها واسيب ياخد راحتها، العجينه تاخد راحتها. اكون انا عملت ايه بقى، دخلت عندي شويه غسيل عايزين يتنشروا. احب اما اطلع الغسيل من الغساله احطه على المنشر على طول عشان ما يعملش ريحه ولا اي حاجه، ويتهوى. ومسح الغساله، كل غسله كده لازم تمسحها من عند الكاوتش بتاعها دي كده عشان تحافظي على الغسالة على أطول وقت ممكن يعني. أنا مش هعمل الصدق ده كله، أنا هاخد منه بس كمية كده بسيطة. والولاد بقى ما عملت لهم فراخ بانيه وعملت لهم ملوخية وعملت لهم رز معمر. ولكن احنا زي ما قلت لكم احنا مشينا على النظام بقى داخلين في شهر و20 يوم. ومش هقول لكم النتيجة دلوقتي، هسيبكم بقى بتتفاجئوا بعدين. بصوا يا بنات، كل واحد حر في حياته، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. طالما الحاجه مش بتتعب الاخرين يبقى خلاص كل واحد يعمل ما بداله. تجربه طلعت سيئه هنوقفها، طلعت جميله هنكملها. المهم كالعاده القهوه لازم تفور مني على البوتاجاز وطار نصها. اهو بصوا فضلت امسح في البوتاجاز كده. هنا بقى جيت بقى خلاص الكريب بتاعي ارتاح وكله تمام. اول واحده دايما بتبوظ مننا، تمام، بتقطع بتفرتك بتحصل لها اي حاجه. اوعي تيأسي، اوعي تيأسي. زي ما انت شايفه كده ده شكلها اهو. وما تحاوليش تكتري من العجين لان هو اصلا بيبقى الدقيق ده بيبقى تخين شويه. اهو هنعمل احلى كريب وهنحشيه صدق وهنحمر. لو عايزين نحمر شويه بطاطس جنبهم تمام، شويه زيتون، شويه جبنه موتزاريلا، يا سلام اكلتي اكله كامله متكامله. هنا بقى طبعا اول مره اعمله فكنت خايفه منه عشان عارفه ان هو بيبقى طري قوي ويقول لك بيحتاج مش عارفه رده وايه والكلام ده كله. فانا كنت قلقانه بصراحه، بس قلت مش مشكله لازم اجازف واعرف اشوف. اهي الحمد لله بصوا طلعت كويسه والحمد لله. وطعمها جميل والله وخفيفه وبتملى يعني. عارفين لما تيجي تاكلي كده تحسي انت بتشبعي بسرعه. اهو شايفين الجمال والحلاوه والطعامه. البيتي جيجي هجيب طبعا فوطه كده من الدولاب نضيفه، واي حته اتفتح منك تلزقيها تاني كده في بعض. اهو نعمل بقى المره التانية. عملت حوالي عملوا معايا 5 أو 6 كوبايتين. ما رضيتش اكتر بصراحه لان انا زي ما قلت لكم انا وخالد بس اللي مشينا على الموضوع يعني على النظام. ف بنجرب احنا الاول في كل حاجه بنعملها بنجربها احنا ايه. بصوا بقى شايفين كده بالراحه عليه عشان هو بتبقى عجينته طريه جدا زي ما انت شايفه كده. فايه بالراحه كده تعمليه معامله الاطفال، عارفاها معامله الاطفال. هنا كل ما واحده تتفتح مني بقفلها بايدي عادي، لان طبعا ما فيهوش دقيق ما فيهوش اي رده ما فيهوش اي حاجه، فتلاقيه ايه خفيف خفيف قوي. فخدي بالك بقى انت بتعمليه. ان شاء الله هعمل العيش في البيت بدل اللي احنا بنجيبه. ان شاء الله ابدا اعمله في البيت بس ايه، آه واحده واحده. انا احب امشي واحده واحب اتعلم يعني. انا احب اتعلم. بصوا كله متظبط معايا وزي الفل. فيش الا واحده اتقطعت مني ورا سبتها لكم زي ما هي عشان اوريها لكم ان عادي اي حاجه تبوظ مننا، بس المهم ان احنا نعمل يعني ما نكسلش ونقول ما نعرفش. لا هنعمل وهتطلع زي الفل زي ما انتم شايفين كده. هم طلعوا 7 بس ال7 اتقطعت. هنا بقى قلت اسيبهم يبردوا شويه كده ودخلت على البلكونه عشان عندي شويه غسيل اللي عايزين يتنشروا. ولقيت المشابك كلها واقعه في الارض قلت المها بحيث ان انا ايه انشر غسيل. والجريب ده بحط فوق التلاجة عشان بحط فيه حاجات في الجيوب بتاعته، بحط الجاروف والحاجات الرفيعه دي. الغساله خلصت الغسيل وريحته كانت بقى ايه بصوا مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. والله العظيم بجد ريحه المسحوق اللي انا جبته ده الدوني ده ولا اسمه ايه اللي انا جبته ده مخلي ريحه الغسيل حلوه قوي. حتى وانتي لابساه كده يعني العبايه اللي انا لابساها طلعتها من الدولاب ريحتها كلها معطر. هي دي يما. المهم انتوا عاملين ايه ولا عارفين بقى. ما حطوش اللايك بقى وما حطوش الكومنت الحلو. انا بص انا ميؤوسه. انا ميؤوسه منكم والله حياة ربنا. مصدومه فيكم بجد. بس على فكره مش عليا بس على كل القنوات يعني. مش عارفه في ايه بالظبط في اليوتيوب بس يعني هي اسمها ايه، اسمها ايه يا ولاد بيقولوا عليها دي تحديثات ما تعرفوا مش فاهمين اي حاجه. بس المهم ان احنا الحمد لله انتوا بتحبونا ومتواجدين معانا دي احسن حاجه لينا يعني. هنا طبعا كنت مربيه ضوافري وفجاه لقيت واحد منهم اتكسر فزعلت قوي.
اهم حاجه نشر الغسيل. ارتاح قوي لما انشر الغسيل واغسل مواعين، احس ان البيت خلاص كده نضف وزي الفل. طبعا انا خلصت هنا في البلكونه بتاعتنا، ما نسيبهاش ونجري تاني على المطبخ بتاعنا. كنا عملنا الصدوق، حطيت فيه في بتاع ده معايا فلفل احمر كده وشويه توابل بسيطه جدا، ما حطيتش توابل بقى فلفل اسود ولا الكلام من ده، هو شويه ملح كده. ومش عايزين نحكي في تفاصيل اكتر من كده. زي ما قلت لكم كل واحد حر في حياته يعمل اللي هو عايزه، وفي الاخر النتيجه هو اللي هيحكم على نفسه، وهو اللي يقدر يرجع تاني وما يرجعش تاني. هنا زي ما انتم شايفين حطيت الصدوق وحطيت الجبنه الموتزاريلا عليه. حطي بقى، حطي اللي نفسك فيه كله، حتى الكاتشب عادي ممكن تحطيه زي ما انتم شايفين كده اهو. بقيت يعني احشي السندوتشات. وعندك بطاطس كمان بقى يا سلام محمره، بس انا نسيت خالص احط بطاطس. كان طعمه في منتهى الجمال والله. حتى رؤية اكل قالت لي يلا دوقيني يا ماما، ومالك دوقيني، ورتاش دوقيني. داقوا منه قالوا لي ده طعمه حلو عادي زي الكريب بتاعنا، مفيش مشكله يعني. بس كده دي الكميه اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين اهو. حشيتهم كلهم وعملتهم على البوتاجاز، اديتهم بقى ايه وش كده ووش كده. وهنا بقى هعمل للبنات كده. خلاص غليت الملوخيه سخنتها، وعملت شويه رز معمر ما صورتهمش معاكم، وشويه بانيه كانوا في التلاجة طلعتهم. وده كان غدانا النهارده، وده كان الفيديو بتاعنا. ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو يا حلوين، عشان انا بحبكم في الله. السلام عليكم.